السلام عليكم الإخوان الأخوات. قبل ما ندخل في الموضوع تنبغي نشكركم بزاف على التعاليق الراقية ديالكم. الفيديو ديال البارح لقى واحد التفاعل كبير. بعض الناس اللي ما صدقاتش الخبر وكاع كاين اللي قال باللي الخبر كذوب وداك الكلام ما كاينش وغير جبتيه من راسك، على ان وقع شي سوء تفاهم او اشكال ما بين زوجة حميد وسكينة بن جلون. إخواني أخواتي، خبر بحال هذاك ما يمكنش نجبدو من راسي، ما يمكنش ندوز مغالطات في هذا الموضوع هذا. وهذا هو الدليل إخواني أخواتي من الفيسبوك ديال سكينة بن جلون اللي كتب ليها واحد الشخص هذا التعليق كما تتشوفوا معايا. 3 أيام هذه باش كتب ليها التعليق، كتب ليها مرت حميدة تخرب بيتها بيديها، واحد النهار غتخرج تقول لهم كنت بحال شي حمقى ودخلتها لداري حتى دات ليا حميداتي. ها ها ها. جاوباتو سكينة بن جلون بهذا التعليق، قالت لي هادشي اللي جات واحد العاقصة تقولوا ليها اليوم ومن تما سالات حكايتي مع حميد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، البوست هذا اللي كاتبه انا ماشي خطافة الرجاله وما خنتش راجلي، عاد باش طلقني وانتقم مني، ومرت حميد ما تخافش مني انا اختها. يعني اخواني اخواتي، انا جبت الخبر من عندها هي شخصيا من الصفحه ديالها من الفيسبوك، كاتبه هي هادشي مجاوبه الناس بهاد التعاليق هادو. هذا يدل على ان فعلا وقع واحد سوء تفاهم، واقعه شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن راكم عارفين راه دابا هما داخلين على بيزنس، لا هو لا هي، يعني الى هذاك المهندس حميد لا سكينة بن جلون داخلين خدمه، وهذه الخدمه عندها علاقه بالسوشيال ميديا كاشهار. بلا سوشيال ميديا ما كاين والو، اذا لابد خصهم يتافيشاو بجوج ويتعشاو بجوج ويبانوا ويطلعوا لايفات. باي ذا واي، البارح نفس الوقيته اللي حطيت فيها الفيديو كانت لايف مع حميد، وجاو عندي البنات قالوا لي راه طالعه معاه لايف حاليا. اللايف شنو فيه؟ على الخدمه، داكشي متعلق بداكشي ديال الهندسه وداكشي اللي غادي في المسار اللي غاديين فيه هما في الانستغرام. واحد الحاجه مهمه، هذا المهندس حميد يعني واخا عنده هذا هو مهندس وعنده الخدمه ديالو وهذه، ولكن ما كانش معروف في السوشيال ميديا، ما كانوش الناس تعرفوه. راه يلاه دابا دار حسابات حتى هو، دار في الفيسبوك، دار في انستغرام، في تيك توك، يلاه دابا ولات عنده حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الشيء بفضل سكينة بن جلون، ما كان حتى واحد تعرفه، فهمتوا؟ اذا بيزنس كما تا هو داخل عليها، يعني حتى هي مستافده منه، لان دخل الاصلاحات ديال الفيلا ديالها، مشات للطاليان فونت بريفي، الاشهارات وهذه هي عندها فضل كبير وهو عنده فضل كذلك، مصالح مشتركه. كيفاش وقع سوء تفاهم؟ هي كما قالت هي في التعليق، قالت لك جات واحد العاقصه مشات عند السيده، اللي هي الزوجه ديالو، مشات تتوسوس ليها. اما السيده راه تتكون معاهم في داك العشاء، هي اللي تتصور، هي اللي يعني بالحضور ديالها. فمشات عند هذيك العاقصه بدات تتوسوس ليها، بغات تدير الفتنه. فهمتوا البلان؟ يعني هذا الكلام انا ماشي جبته من دماغي، هذا الشيء راه هي يعني صرحت به في التعاليق في صفحه الفيسبوك ديالها. تقدر تكون يعني هي كتبت داكشي باش طمئن الزوجه ديالو، ولا باش تحافظ على كرامتها. يعني التعليق الاول فاش قالت يعني صافي حكايتي مع حميد سالات، ربما بغات تحافظ على الكرامه ديالها، ما رضاتش على نفسها، يعني ديك السيده مثلا تغير او لا تشك او لا فهمتوني كيفاش؟ ولكن الخدمه راه عندها عاوتاني هضره اخرى، راه ما يمكنش هاد التصرفات يريبوا كل شيء. الناس خدامين على راسهم كما قلت لكم، لا هو لا هي، بجوج بيهم عندهم يعني مصالح مشتركه. هي خصها توقف على رجليها، وتا هو السيد خصو يتعرف باش تا هو يبيع. راكم شفتوا الفونت بريفي اللي دار ديال ديك الطوابل، ومازال باغي يدير في بزاف ديال المدن. شكون غادي يدير ليه الاشهار لداك الشيء؟ ما عندوش هو حسابات في السوشيال ميديا، يعني ما معروفش الاسم ديالو متعلق دابا بسكينة بن جلون في السوشيال ميديا. اذا ما يمكنش هاد لافير هادي تخسر. فهمتوا؟ الناس بيناتهم الخدمه. ولكن هاد الناس هادو اللي تيمشيو مثلا يديروا الفتنه ويمشيو عند المراه يقولوا لها هكا هادو راهم اللي فيهم الغيره وفيهم السم
من سكينة بن جلون. فهمتوا؟ ما غيبغيوهاش. والطليق وجاتو الغيره. علاش هذيك النهار خرجت ديك التصويره ديالو مع هذيك الزعره اللي لابسه ليها حوايجها وما كانتها والطوموبيل ديال الطليق؟ حيت شافوا سكينه بن جلون مع حميد العشاوات والتصاور والخدمه وهذه، ناض الاخر حتى هو بغى يتعاند معاها. شنو اللي خلاه؟ الغيره والحسد. وهذا الطليق اللي تيتحارب معاها والمحاكم وما كانش تيبغي يتصور، الا بقيتوا عاقلين ما كانش تيبغي يعطي حتى تصريح لشوف تيفي ولا حتى شي منبر. واحد النهار بزز باش خداو منه تصريح، هو غادي تيجري هما تابعينه باش خداو منه غير جمله، ما حبسش ما وقفش ليهم، يعني ما كانش باغي يبان بوجهه في السوشيال ميديا. ودابا ولا تيتصور مع وحده اخرات وتيبارطاجي داكشي اكس بخي باش يستفزوها، حيت شافه هو مع حميد حتى هو بغى زعما يتعاند يدير بحالها ويفقصها زعما ها المكانه والحوايج. شفتوا الفعايل؟ فقلت لكم فاكيد ناس اخرين حتى هما غادي تجيهم الغيره والحسد وغادي يديروا اي حاجه. فشنو عندهم؟ غادي يمشيو يوسوسوا لهذيك المراه. هذه يعني ما فيها شك. اسهل حاجه غيديروها، اسهل حاجه هي يمشيو يبقاو يوسوسوا ديك المراه. وشوف دابا هي سكينه بن جلون كيفاش عرفات هذا الشيء، واش ديك المراه يعني الزوجه مشات قالت لها شي حاجه. هادشي ما التفاصيل هادشي ما نقدرش نقول لكم لانني ما عارفاش، ولكن يعني هي سكينه بن جلون بينات ان كاين وقعت شي حاجه، كاينه شي عقيصه مشات عند السيده قالت لها راه غادي دير لك الراجل. فهمتوا اخواني اخواتي؟ وكما شفتوا راه داكشي ما منعش انها باش يعني تقطع فعلا علاقتها بحميد، لان بيناتهم الخدمه. هادشي هذا والخدمه عندها علاقه بالسوشيال ميديا. الاشهار خصو هو يتعرف، حتى هو خصو يتعرف في كمهندس وداكشي اللي تيخدم فيه كامل باش حتى هو يولي يعني يولي مطلوب. الناس يبغيو يخدموا معاه يعيطوا ليه في داكشي اللي خدام فيه. هو راه تيدير بزاف ديال الحوايج، راه ماشي غير مهندس. فهمتوا؟ فما يمكنش هو غادي يجمع عيطويه هذه، لا هذه افير رابحه هذه مع سكينه بن جلون. صفقه هذه ما يمكنش هادشي يتجمعوا يطوا، ما يمكنش. والدليل يعني واخا من بعد هذاك التعاليق اللي كتبات هي، راه البارح طلعوا لايف وداكشي راه كلشي مدروس. السيد باغي يدير اشهار لراسو الخدمه ديالو، ما باغيش هو يعني اللايفات. راه قال لهم انا ما تصيفطوا لي لا هدايا لا حتى حاجه. يعني باين شنو هو المبتغى ديالو، هو يتعرف الخدمه ديالو تعرف باش يولي يخدم في الدومين ديالو. هذا هو علاش داخل هو لهذا الشيء. فهمتوا؟ وهي راكم عارفين هي المبتغى ديالها خصها توقف على رجليها ودير الفلوس وما تحاشيها لتا شي واحد، تحل المشاكل ديالها اللي عندها. راه هذاك السيزي اللي عندها راه قالت ما شحال 250 مليون خصها باش تحيد السيزي اللي عليها وتقدر تتصرف في الاملاك ديالها اللي يعني زعما تقدر تبيع وتشري. فهمتوا؟ ودابا بهذا الشيء هذا السوشيال ميديا راه الامور غادا وتتحسن، الله يسهل عليها. يعني دائما تندعيو معاها وتنتوما في التعاليق. وقلت لكم السوشيال ميديا راه فتحت ليها ابواب وابواب. يعني شحال من واحد دابا باغي يخدم معاها، باغي يعاونها، وتا هما تيبغيو يستافدوا. تيكون دابا شي واحد تا هو مثلا بحال الشكل ديال حميد عنده تا هو هذا ولكن ما معروفش، فهو غيستافد وهي غادي تستافد، هي يخدموا ليها وهو الاسم ديالو غيتعرف. فهمتوا؟ مصالح مشتركه. وهذا الفضل لما تيرجع للسوشيال ميديا وليها هي، لان هي اللي الاسم ديالها معروف. فهمتوا؟ هي اللي الاسم ديالها معروف، الفضل تيرجع لها هي. او من الناس دابا تيتواصلوا معاها، كاين اللي باغي حتى عاوتاني يصلح ليها الدار ديال الشمال اللي صورها هذيك النهار فيها الغموليه وداك الشيء. الناس باغيين تاني يدخلوا ليها على داك الدار، باغيين يصلحوا ليها. فهمتوا؟ الاشهارات هي غتستافد من الاصلاح فري، وهذاك اللي غادي يصلح ليها غادي يتعرف الاسم ديالو والشركه ديالو خدمته.
هادشي اللي كاين، وصفقات ممتازه في هذا الدومين هذا. خليونا من داكشي اللي مولفين تنشوفوه، هاد القيصريات ديال يعني دوك الاشهارات، البرودويات ديال الغلب، اللحسه، داكشي صحابه الانستغرام. فهاد المحتوى ديال سكينه بن جلون والخدمه ديالها والكفاءات النيت اللي عندها، هادشي جديد على السوشيال ميديا، على الانستغرام، فهمتوا؟ هادشي جديد، فالناس عليها كاين واحد التفاعل كبير مع هادشي هذا. الناس دابا نساو ديك القصه الاولى، طلاق هذه صافي، عارفين المعاناه ديالها وداكشي اللي داز عليها. ولكن دابا الناس متبعين، اللي متبعه دابا باقي متبعه راه على هادشي، على هادشي ديال الخدمه، الهندسه، ديور، فهمتوا؟ المهم الله يسهل عليها، وان شاء الله توصل لداكشي اللي بغات وتفوتوا اكثر واكثر، لانها حقا تستاهل وتستحق. فهمتوا؟ انسانه قاريه، انسانه ذكيه، فاصلا حشومه وعار تضيع ليها الكفاءات ديالها هكاك فقط حيت طلقات ما بين ليله ونهار، دارت ليها النفضه. فماشي عدل باش انسانه عندها هاد لي كومبيتونس كاملين تلقى راسها يد اللور ويد القدام. المهم اخواني اخواتي، كان هذا هو الفيديو ديالنا. خليو لي الاراء ديالكم في التعليق، وتهلاو لي في راسكم حتى الفيديو الجاي. مع السلامه.